الطماطم اللي متعودة الناس تشتريها برخص التراب فجأة بقت حديث الشارع بعد ما أسعارها زادت في أسواق التجزئة ووصلت ل 14 جنيه، وده بعد ما كانت من أيام قليلة جدا ب5 أو 6 جنيه. يعني قفزة سريعة خلت الناس تسأل هل الزيادة دي هتستمر ولا هتهدى قريب؟ حسين أبو صدام نقيب الفلاحين وضح إن السبب مش مفاجأة، إحنا دلوقتي في فترة اسمها فترة الفراغ، ودي المرحلة اللي بتيجي ما بين العروة الصيفية والعروة الشتوية للطماطم. في الفترة دي الإنتاج بيقل جدا وبالتالي السوق بيتأثر والأسعار بتعلى. كمان الطماطم اللي اتزرعت في يونيو ويوليو اتعرضت لحرارة الصيف الشديدة وده عطل نمو النباتات وخلى الثمار تتأخر في النضج، النتيجة ان المعروض قل جدا قدام الطلب اللي لسه زي ما هو. ابو صدام اكد ان الوضع ده مش هيستمر طول الوقت، بس الاسعار غالبا هتفضل عالية لحد نهاية اكتوبر. مع بداية نزول الطماطم الجديدة من العروة الشتوية السوق هيتوازن تاني والاسعار هتبدأ تهدى تدريجيا. يعني اللي بيحصل في سوق الطماطم دلوقتي سببه طبيعي مرتبط بالمواسم، ولسه شوية وقت والسوق يرجع لطبيعته.